السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احنا متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا نشوف طريقة البرجر بتاعة المطاعم تتعمل ازاي. ربع كيلو فول صويا هنقعهم ربع ساعة في مية سخنة. بعد ربع ساعة هنصفي الفول كويس جدا. لو وصلتوا معانا لحد هنا متنسوش اللايك. دلوقتي معانا كيلو لحمة مفرومة، هنضيف عليها معلقة كاتشب كبيرة وكيس من خلطة البرجر بتاعت مايوي، بجد طعمها خطير. وهنضيف فول الصويا، وهنضيف عليها معلقة فلفل اسود كبيرة، معلقة بصل باودر صغيرة، ونقلب المكونات كويس مع بعض. بعدين هنخليهم يتفرموا تاني في الكبة. لما اللحمة تتجانس مع الفول الصويا هطلعهم وهنحط كمية تاني مكانهم. ظبطوا الملح حسب رغبتكم، أنا اكتفيت بالملح اللي في خلطة البرجر. هنبدأ نشكل البرجر. لو معندكيش القطعة بتاعة البرجر ممكن تعمليها في غطا برطمان أو في غطا علبة الجبنة المستوي، بس لازم تحطي كيس عشان تعرفي تطلعيها منها. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. هنحط الكيس عازب بين الطبقات. ما شاء الله عملت معايا 19 قطعة بالحجم الجامبو. هنسيبهم في الفريزر نص ساعة. يلا نحضر صوص البرجر. هبشر خيار مخلل وعليها معلقتين كاتشب و3 معالق مايونيز. ممكن تبشروا معاها بصلة صغيرة زي ما تحب. دلوقتي هنحضر سلطة الكورسلو، عملناها قبل كده على القناة. هسيب لكم لينك الوصفة في صندوق الوصف. وعلشان الأكل تكمل هنقلي بطاطس. هنعمل بقى شغل المطاعم. دلوقتي هنحضر صوص الشيدر. دولت شوية بشاميل كانوا عندي، هسخنهم الأول على النار. أول ما يسخنوا هننزل بالجبنة الموتزاريلا، وبعدين شرايح الجبنة الشيدر. أنا استخدمت الشيدر الأحمر، بيبقى طعمه حلو كتير.
دلوقتي هنحمص العيش. علشان ما يتبلش من المكونات. في نفس الطاسة نشوح البرجر. هضيف معلقتين زيت الأول ونحط البرجر. بعد ما استوى من الجنبين هنزل بصوص الشيدر. شايفين المطة حلوة ازاي؟ دلوقتي بقى هنجمع الساندوتش بتاعنا. هنحط الصوص اللي عملناه وبعدين خس قطعناه والبرجر بتاعنا. انا هحط 2 علشان اعمل لي سندوتش دبل. معايا شرايح بصل وطماطم وفلفل. الحشوة دي اختياري. كمان كرملت بصل هضيفه في الساندوتش بيدي طعم خطير. شايفين الساندوتش بتاعنا دايما طعم ازاي واحلى كمان علشان اللحمة مضمونة. هنقدم الساندوتش مع بطاطس في كورسلو، واللي هيجرب الوصفة بالهنا والشفا ليه. واستنونا في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.